الناس اللي بتدفع الشيء الفلاني في الستريبس والناجتس والقطع الفراخ المقرمشة. يا جماعة الموضوع سهل جدا. انت من نص كيلو يعني 100 جنيه واقل من 100 جنيه كمان بتعملي كل الكمية اللي قدامك دي. بجد توفير التوفير، وطعم وريحة ولون وقرمشة مفيش بعد كده. وكفاية انك عاملاه بنفسك وعاملاه ببيتك وعارفة انت عاملاه ازاي، وكل المقادير عندك في البيت، وبأسهل الخطوات هتعملي احلى ستريبس في البيت. استخدمت صدر فرخة ما يعادل بالظبط وزنه نص كيلو بالظبط، وقطعته بالشكل ده. ممكن تقطعيه بأي شكل انت بتفضليه. ونقعته كويس جدا وغسلته وركنته والصف على جنب. وحضر التتبيلة بتاعتنا. جبت بولة ونزلت فيها بكوباية ونص من الدقيق، وعليها معلقة من بهارات الفراخ، ونص معلقة من الزعتر، ونص معلقة من الروزماري، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة من السبع بهارات، ونص معلقة من البصل البودر، ونص معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من الفلفل الأسود، والملح هضيفه بعدين بعد ما أقلب كل المزيج دوت مع بعضه. وطبعا سر اللون النهاردة هو الزعفران البودر. هضيف ربع معلقة صغيرة من الزعفران البودر. ممكن تضيفها دلوقتي مع المكونات وتقلبيهم مع بعض، ممكن تضيفيها بعد ما تحط المية. انا هضيفها بعد ما احط المية والبيض، واقلب كله كويس جدا مع بعضه. وهنزل عليهم بالبضايه، وهنزل عليهم بنص كوبايه من الميه. انا احتجت هنا كوبايه الا ربع لان حسيت ان هو تخين شويه، وزودته كمان ميه تاني. وضفت اليوم ربع معلقه الزعفران البودر، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده نزلت معلقه الملح بعد ما اتاكدت ان كل البهارات الخليط كله عندي بقى متجانس، مفيش تكتلات، مفيش اي حاجه، كله متجانس مع بعضه زي ما احنا شايفين كده. ده القوام اللي احنا عايزينه عشان يكون تقيل معاكي. كل ما يكون كويس معاكي والقوام متماسك مش هيقعد ينقط منك ويبهدلك الدنيا. واغطي التتبيله بتاعتنا وادخلها التلاجة لمده ساعتين، وكل ما تسيبيها اكتر في التتبيله بتديكي طعم احلى واحلى. وهبدا احضر الدقيق بتاعنا. استخدمت من المعيار دوت كوبايتين منه. المعيار ده عندي نص كوبايه، يعني لو معاكي مج يبقى مج واحد بس كفايه من الدقيق. وهنزل عليه معلقه من البيكنج باودر، واحط عليه معلقه ونص من النشا، واحط نفس البهارات اللي ضفتها للفراخ. انا في الطبيعي بحط البهارات دي كلها في طبق واقلبها على بعضها، واحط نصها على الفراخ ونصها على الدقيق. ضفت كل البهارات ما عدا الثوم البودر والبصل البودر والزعفران البودرة، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. وضفت عليهم معلقه من بهارات السبايسي، ودي اختياري، لو حباها حار ضيفي، لو ما عندكش بهارات سبايسي حطي معلقه من الشطه الحمراء. ويا بنات اي نوع بهارات عندك بتحبيه حطيه، واللي ما بتحبوش ما تحطوهوش، دي حاجه اختياريه حسب ما انتي بتفضلي ايه وما تفضليش ايه. جبت الفراخ بتاعتنا من التلاجة بعد ما عدى عليها بالظبط ساعتين، وخدت قطعة قطعة قعدت حطها في الدقيق مرة واتنين وتلاتة زي ما انتوا شايفين بالظبط. نفضيها كده ورجعها في الدقيق تاني. كل ما تنفضي وترجعها في الدقيق بتاخد شكل الكرمشة اللي احنا بنشوفها في القلية. والافضل تفرديها على شبكة، بلاش طبق، ان الطبق يخليها من تحت مستوى. خلصت كل الكمية وسبتها زي ما هي كده لمدة ربع ساعة، لحد ما الابيض ده كله تحول لونه اصفر بسبب الخليط بتاعنا لانه فيه زعفران. ورفعت الطاسة على النار ونزلت فيها بالزيت، وسبت اول ما الزيت بتاعنا بدأ يسخن قوي قمت موطيه عليه ونازله بالستريبس قطعة قطعة. النار هادية، وانا بقعد اقلب فيه كل شوية على الجنبين لحد ما اتأكد المستوى وخد اللون والقرمشة اللي احنا عايزينها. ولما بطلعها ما بحطش على ورق تجفيف، بحط برضو على نفس الشبكة اللي انا كنت حاطه عليها قبل السوا لحد ما يصفي كل الزيت ويتهوى كويس جدا من الجنبين. ودي افضل طريقة لسوى اي ستريبس او اي فراخ مقرمشة او الكنتاكي ايا كان. بتحافظ على الطبقة الخارجية تفضل زي ما هي محتفظة بقرمشتها، وفي نفس الوقت بيكون جاف جدا من الزيت. ولو فضل معاكي فترة اطول هتلاقيه بنفس القرمشة بتاعته لانه متهوي كويس جدا. ونقلته في طبق التقديم. وده شكل الاستريبس بتاعنا. الفراخ من جوه مستوية كويس جدا، والطبقة الخارجية فعلا بجد طعمها حلو قوي. صدقيني احلى من بتاع المحلات بكتير جدا في اللون والطعم والنظافة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم النهاردة، وبألف هنا وشفا.